بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه حلوه جدا. هنعمل مع بعض كيكه اليوستفندي بطريقه سهله وسريعه. وان شاء الله تطلع ناجحه معاكم لو مشيتوا معايا على نفس المقادير اللي هقول لكم عليها. هي زيها زي كيكه البرتقال، بس دي على طعم احلى واقوى من البرتقال. جربوا معايا كيكه اليوستفندي وتعالوا اقول لكم احنا جهزناها ازاي. معايا هنا هو 5 حبات من اليوستفندي، غسلاهم كويس جدا. علشان هحتاج القشر بتاعهم معايا في مع العصير اللي انا هجهزه. هنبدأ نقشرهم، وبعد ما قشرتهم هجيبهم اقطعهم بالسكينة عشان اتأكد هما فيهم بذر ولا لا. وطبعا لو فيهم بذر لازم اتخلص من كل البذر اللي فيها، لان لو انا عملت العصير بالبذر بتاع اليوستفندي هيدي طعم وحش وطعم مرارة مع العصير. فاحنا لازم نتأكد ان اليوستفندي مفيهوش بذر خالص. هنقطع الخمس حبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والخمس حبات اليوستفندي دولت عملوا تقريبا معايا كوبايه ونص من العصير. خلاص انا كده جهزتهم واتاكدت ان هم ما فيهمش بذر خالص. هنبدا بقى نجيب الخلاط بتاعنا او الكبه او الهاند بلندر اللي موجود ومتوفر عندكم، بس الخلاط طبعا بيكون اسرع. انا النهارده استخدمت في الوصفه كلها الخلاط. ومعايا هنا كمان حطيت قشرتين اتنين من قشر اليوستفندي. مش هنزود عن كده، لان انا لو زودت برضك هيدي مرارة مع العصير. احنا عايزينه يطلع مظبوط معانا. حطيناهم بقى كده في الخلاط. هحط معاهم يا دوبك ربع كوبايه صغيره من الميه، يا دوبك بس الميه يتحرك الخلاط. انا عايزه العصير يكون مركز وما يكونش معايا خفيف خالص. احنا عايزين نستفاد من طعم العصير، مش عايزاه خفيف. هنا اهو خلاص خلصتها وصفيتها كويس جدا. لازم اصفيها طبعا عشان اتخلص من القشر والتفل بتاع اليوستفندي. هنبدأ بقى نجهز مقادير الكيك. معايا كوباية من عصير البرتقال وكوباية سكر وكوباية الا ربع من الزيت، ومعايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. لازم نطلعه بره شوية من التلاجة قبل ما نبدأ في الكيك. ومعايا رشة صغيرة من الفانيليا. هنبدأ نستخدمهم وهحطهم في الخلاط. عايزين طبعا تستخدموا المضرب اليدوي او المضرب الكهرباء اللي برضك اللي يريحكم، بس انا بحس ان الخلاط بصراحة سريع وبضمن ان هو بيدوب لي السكر بسرعة. حطيت السكر وحطيت البيض وحطيت الفانيليا، هضربهم الاول كويس جدا مع بعض. وهنا دي كمان كانت رشة صغيرة من الملح. ضربتهم خلاص كويس جدا لحد ما السكر ما داب ولونه بقى فاتح كده معايا. هحط بقى بقيه المكونات. احنا ده كده كله في المكونات السائله. هحط الزيت. طبعا احنا اتفقنا معانا كوبايه الا ربع من الزيت، والزيت طبعا يكون نظيف جدا وملهوش ريحه. وهحط كمان كوبايه عصير اليوستفندي اللي احنا جهزناها مع بعض. هنضربهم بقى كده كويس جدا لحد ما يختلطوا مع بعض. بعد ما ضربتهم خلاص هنزلهم بقى. طبعا احنا مصفيينهم مفيهوش اي حاجه. شايفين اللون اليوستفندي مدي اللون حلو ازاي، ومش قادره كمان اقول لكم والله على ريحتها عامله ازاي. هنبدا بقى نجهز المكونات الجافه بتاعتنا. معايا هنا هو دولت كوبايتين من الدقيق. طبعا احنا هنعمل كيك لازم ننخل الدقيق، وطبعا بننخله علشان الدقيق بيدي هشاشه وقوام حلو جدا للكيك. وطبعا الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاستخدام. ومعايا انا هنا استخدمت كوبايتين. طبعا انتوا على حسب الدقيق اللي انتوا هتستخدموه. تقدروا تستخدموا كوبايتين ونص او اقل من الكوبايتين على حسب الدقيق بتاعكم. حطيت بقى كمان مع الدقيق دوت معلقه كبيره من البيكنج باودر، وحطيت 3 معالق كبار من النشا. هننخلهم بقى كده كويس جدا مع بعض. وبعد ما نخلناهم هنقلبهم بقى كده مع الخليط السائل لحد ما نلاقي دي اختفى خالص، لانه اختفى خلاص الكيك كده بيبقى جاهز معانا. ما نزودش في الخلط كتير. لو زودنا فيها هنلاقي الكيكه هبطت معانا. يا دوبك احنا بس خلاص الدقيق اختفى ووصل معانا بالقوام ده. خلاص هي شايفين قوامها عامل ازاي، ولا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه قوي. شايفين يا بنات لونها عامل ازاي؟ والله كانت طعمها وريحتها تحفه. هنبدأ نجهز الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. حطيت فيها معلقة من الزيت. هندهنها كده كويس جدا ووزعها في الصينية. لو عايزين كمان تحطوا رشة من الدقيق في الصينية برضك تقدروا تحطوا رشة دقيق، بس انا ما حطيتش، انا اكتفيت بالزيت. هنزل بقى بالخليط بتاع الكيك كده كله. طبعا احنا مجهزين الفرن ومسخنينه على درجة حرارة 200. واول ما هدخل الصينية هخلي درجة الحرارة 180. هتقعد تقريبا في الفرن مش اقل من مثلا 35 دقيقة. طبعا معانا هنا هو خلة او سكينة او اي حاجة نطلع منها الفراغات بتاعة الكيك.
ونخبطها كده اهوت خبطتين، وهدخلها بقى الفرن 35 دقيقة بالظبط. اخر 5 دقايق يعني مش هنفتح الفرن خالص عليها، وفي يعني بعد نص ساعة هنفتح الفرن، نفتح الشواية من فوق عشان تاخد معانا اللون اللي انتوا شايفينه ده بالظبط 35 دقيقة، وهتطلع معاكم بالجمال والشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اقول لكم والله طعم وريحة تحفة. اليوستفندي مخلي طعمها ولونها وريحتها جميلة جدا. جربوها مع كوباية شاي كده اهوت. انا هوريكم دلوقتي قوامها والهشاشة اللي فيها هتشوفوها معايا. جربوها كده مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن، والله روعة. وجربوها بالخطوات والطريقة اللي انا عملتها، وان شاء الله تطلع معاكم بناجحة ومظبوطة جدا. وهنا خلاص كده انا اكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنتات، ولو عايزين اعمل معاكم اي وصفة جديدة قولولي عليها، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.